السلام عليكم يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة رجعت لكم فيديو تاني، وانا جاية علشان زي ما بيقولوا بالانجلش ترانت، يعني اللي هو بيتان بيكون جواه حاجة وعايز اللي هو كده يعني يقولها وخلاص. فقبل ما ابدا تاكدوا انتوا عاملين لايك وسبسكرايب على قناتي وفعلين الجرس وكده في كل فيديو، عشان يعني ايه شغل اليوتيوبرز يعني. النهارده هو موضوع الصحاب. دلوقتي انا عايزة اسألكم سؤال بجد بذمة وبضمير، وعاوزاكم تجاوبوا على السؤال ده تحت، تمام؟ هل فعلا في صحاب بيفضلوا دايما موجودين، يعني اللي هو مثلا في السراء والضراء، يعني اللي هو بجد بجد عمرهم ما بيسيبوك، او عمرها ما بتسيبك، او عمره ما بيسيبك في الاوقات اللي انت بتكون محتاجهم فيها؟ يعني عشان انا بفكر كده في التايم لاين بتاع حياتي، يعني فبقول ان انا بجد في حياتي تعرفت على كمية ناس، مش بهزر، كتير جدا، عشان انا عشت في 3 بلدان ورحت 3 مدارس، ذاكرت في جامعتين، فعندي معارف من اماكن كتير جدا، وبرضه اشتغلت. فعشان كده اللي هو بجد كل مرحلة في حياتي من المراحل دي، يعني انا كان عندي حد قريب مني، وفي كل مرحلة من المراحل دي ادوني على قفايا، تمام؟ اعتراف خطير يعني. واللي فضلوا معايا من ساعتها لغاية دلوقتي، يعني اتخانقنا كتير وشوفنا حاجات كتير مع بعض، واللي هو ايه يعني ال friendship، يعني الصداقة مرت في تجارب كتير جدا عشان توصل لمرحلة اللي هو لغاية دلوقتي مكملة. حتى لما مكملة دلوقتي اكيد في ايام فوق ايام تحت، يعني في مثلا اسابيع مش بكلم صحابي فيها عادي يعني، وهو نفس الحاجة. فالفكرة هي اني هل دي حاجة طبيعية؟ عشان أنا دلوقتي وصلت لمرحلة، يعني في السن ده أنا مش كبيرة ولا صغيرة، فوصلت لمرحلة في حياتي اللي هو بجد الثقة ما بقتش موجودة زي قبل. يعني حتى دلوقتي لما باجي أتعرف على حد، يعني أنا مثلا من فترة قريبة جدا اتعرفت على واحدة، يعني كانت أكبر مني بكتير، بس كانت بجد من أقرب الناس ليا. يعني فترة قصيرة عرفت تكون من أقرب الناس ليا، بجد كنت بحبها جدا وكنا قريبين جدا. وحصل موقف كده مستحيل ان انا اكلمها تاني بعده، يعني بعد الموقف اللي حصل ده، وانا شايفه ان انا معايا حق. بس الفكره اني ليه الانسان بيوصل دايما للنقطه دي، اللي هو دايما بيوصل للنقطه اللي هو انا ما كانش لازم احب الشخص ده، ما كانش لازم اثق، ما كانش لازم اكون قريبه قوي من الشخص ده. دي مش اول مره بيحصل لي الكلام ده. وعلى فكره عندي مشكله، اعتقد ان المشكله ممكن تكون فيا عشان انا عماله اشوف باترن يعني بتحصل، يعني كذا مره نفس الموضوع بيتكرر بصوره مختلفه، صيغه مختلفه، ان انا بدي كتير لما بحب اي حد بجد، وبتوقع من اللي قدامي يحبني بنفس الطريقه، ودي حاجه غلط. اتمنى الفيديو ده يساعدكم على قد ما هو ان انتوا بتسمعوا يعني عادي قصه عاديه، بس في نفس الوقت الموضوع ده يفيدكم، عشان بجد سهل جدا على الانسان ان هو يكذب على نفسه عشان يلم ناس حواليه، بس مش سهل ان هو يكون لوحده عشان ما يكونش مع حد هو مش عاوز يكون معاه. وانا في حياتي الحمد لله دايما اخترت ان انا اقف لوحدي لما كنت بحس ان الناس اللي انا معاها ما تستهنيش او كانت بتضايقني. فعلا في كل مرحله من المراحل دي كنت لوحدي. مثلا في المدرسه كنت بقعد في المكتبه في فتره من الفترات، يعني كان عندي صحاب كتير جدا، بعدين اخر حاجه قعدت في المكتبه لوحدي. في الجامعه نفس الحاجه. فالموضوع ده عمال يتكرر معايا عشان انا دايما بكرر نفس المشكله. مش هكدب عليكم، انا عندي حته بعملها كده، ان انا دايما بحسس اللي قدامي ان انا بقول له كل حاجه عني، والحقيقه هي ان الشخص ده ما يعرفش حاجات كتير عني. يعني انا دايما بختار الحاجات اللي انا هقولها، حتى لما انا بقول حاجات كده يعني من غير ما افكر. ما بقولش كل حاجه نفسي اقولها، عشان دايما عندي احساس ان الانسان اللي قدامي ده مش ضامنه، مش شرط ان هو يفضل. وكميه الناس اللي مشيت فعلا اللي كنت هقول مستحيل تمشي، عشان كده بجد ما حدش ضامن حد في الزمن ده. فسؤالي هو هل فعلا في الزمن ده في حد يعني 100% كده صاحب جدع 100% كده؟ يعني لما تكون انت محتاج شخص تلاقي اللي هو بيجري عشان يساعدك فعلا كل مرة؟ وهل الشخص ده فضل في حياتك او في حياتك؟ دي الحاجة اللي دايما بتخليني افكر، يعني عشان بحس ان في الزمن ده لا، ما بقاش في كده. معرفش، ممكن عشان بقى سهل على الواحد ان هو يبدل الشخص اللي هو معاه، يعني الانسان بقى سهل التبديل. معرفش، بس يعني بحس الموضوع كده. يعني انا اعرف ناس كتير دلوقتي صحاب يعني، بس بجد اعرف حاجات عنهم يعني هم حاكينها عن بعض، لو هم عرفوها عمرهم ما هيكلموا بعض تاني، واكيد مش هروح اقول لهم الكلام ده. ف بتفرج كده بقول هل هي تمثيلية مثلا، ولا ايه اللي ممكن يخلي انسان يضطر ان هو يقعد مع حد هو مش طايقه او هو مش حابه، بس عشان هو صديق يعني. فكرة برضو ان احنا كلنا بنتغير، احنا بنتغير من يوم وليلة. فمعرفش، يعني عمالة احس اني مفيش صاحب عمر، بس في صاحب مراحل.
يعني في صاحب مرحلة معينة في حياتك ممكن تقعد 10 ل20 ل30 سنة، بس صاحب عمر معرفش. وانا شخصيا مش هقول يئست عشان انا اصلا مش بدور، بس يعني عمالة اشوف القصص الناس اللي حواليا وكده، كل واحدة تقول لي دي صاحبتي دي صاحبتي، بعدين تقع بحاجة بحفرة اكبر من وشي، بعدين في الاخر تقول لك انا كنت لوحدي. ما يعني صاحبتك كانت فين طيب؟ وعمالة احس برضو ان صداقة الشباب مع بعض احلى من صداقة البنات مع بعض. الشباب مش بيفكروا زيادة يعني مع بعض، اما البنت دايما تلاقي بتفكر وهي عملت كده، طب ما عملتش كده ليه، طب عملت مش عارفه ايه. وبرده في عامل الغيره اللي انا بشوفه كتير قوي من بين البنات، برضو دي مشكله يعني. فمش عارفه الصراحه، حاسه اني الصداقات في الزمن ده حاجه مش مضمونه، مش حقيقيه، خصوصا اللي بنشوفها في السوشيال ميديا، اللي هو دي صاحبتي وحبيبه قلبي ما اعرفش ايه، تكون هي برضو مشهوره بيقعدوا بقى يسلكوا لبعض عشان الفيوز تطلع ما اعرفش ايه والجو ده يعني. فمش عارفه لو يوم من الايام هقتنع بفكره صاحبه العمر، عشان انا بشوف ان الانسان اناني بالفطرة أناني. فهو قد ما كان محبه كده، عشان انت تكون صاحب عمر لازم انت تحب الشخص اللي قدامك أكتر من نفسك، ده رأيي الشخصي. وبتبدي طلبات الشخص أو احتياجات الشخص أو مشاكل الشخص على مشاكلك عشان تبقى صاحب عمر. أصل ده لقب كبير جدا ومكانة عالية جدا، ومش كل الناس تستحقها. مش بقول على فكرة ان مفيش في الدنيا دي، بس انا بتكلم عن الزمن اللي احنا فيه ده، بتكلم عن الفئة العمرية بتاعتي. وفي ناس كتير تقولك ان انا مثلا ايه، عندي صاحب بعيد بقالي مثلا معاه 50,000 سنة، صحاب احنا بعاد جدا وكده. صاحب ده اكيد اوكي، ده صاحب، بس صاحب عمر مش كده. صاحب عمر هيكون معاك، يعني هتكونوا مع بعض، بتعيشوا ازمات مع بعض، بيكون بيساعدك في مشاكلك الكبيرة اللي انت مش لاقي حد يساعدك فيها. ده انا بشوفه صاحب عمر، مش حد بكلمه على الواتساب ساعة في اليوم او ساعة في الاسبوع ونكتفي بكده. ده رأيي الشخصي. انا مش قصدي اقلل من اي حد اعرفه، انا بعشق صحابي، بس صحابي كلهم بيني وبينهم في ديستنس، يعني في مسافة دايما. حتى لو انا كنت في نفس البلد في مسافة دايما. يعني معرفش، انا ممكن بعمل كده عشان احمي نفسي، معرفش انتوا، مش عارفة لو انتوا برضه بتعملوا كده، بس كل اللي قلت عليهم صحاب عمر ادوني على قفايا. عشان كده انا خلاص يعني ما بقتش ادور، وما بقاش فارق معايا الموضوع. انا شخصيا يعني انا من الناس اللي لما بحب حد عايزه ابقى مع الشخص ده 24 ساعه، ما بزهقش من الشخص، بحب الشخص جدا، انا كده، ده نوعي. بس كل اللي قابلتهم في حياتي ما كانوش كده، كلهم كانوا كل ما يقربوا اكتر يبعدوا. بكبر دماغي، بقالي كام سنه مكبره دماغي وما بقتش ادور على حد اللي هو خلاص ده يعني الدنيا دي كلها موجوده في الشخص ده. الشخص ده يعني اللي هو ايه، يعني لي قد كل الناس في الدنيا. لا، ما بقاش في حد كده، ما بقاش في حد كده، عشان اكتشفت ان ده غلط يعني. كده انا بشوف اني غلط ندي مكانة كبيرة قوي للناس، خصوصا لو احنا ما جربناهمش في مواقف كبيرة. الانسان بيبان في المواقف وليس الكلام، الافعال والمواقف. واحيانا برضو في كذب بالافعال، فالمواقف عشان المواقف هي اللي بتبان الانسان على حياته. انا قلت لكم قد ايه كان في ناس بيقولوا لي كلام واشعار وحاجات، كنت بحس ان انا لو وقعت هلاقيهم كلهم ماسكيني وشايليني، والحقيقه كانت اني مفيش حد فيهم وقف معايا زي ما انا وقفت معاهم. عشان كده بقول لكم لو انتم محصلتوش على حاجه ما تدوش، عشان ما تتعبوش في الحياه زي ما انا تعبت بجد. الموضوع مش مستاهل، وفي الاخر اصلا محدش بيفتكرك يعني لا بالخير ولا بالشر. على فكره لا، ممكن حتى بالشر يفتكروك اكتر ويتكلموا عليك، خصوصا لو شافوك ناجح او مبسوط في حياتك. عشان كده ادي الناس حجمها، ادي اللي قدامك على قد محبته ليك، مش اكتر ولا اقل. وبس، والباقي خلاص. ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناه، تفعلوا الجرس، وقولوا لي انتوا ايه رايكم في الكلام اللي انا قلته. هل انتم مع او ضد، وليه؟ على فكره هقول تاني ان احنا مش بنتخانق، فانت ممكن تقول رايك او انت ممكن تقولي رايك من غير ما تخانقيني، ده رايي الشخصي حسب التجارب بتاعتي مش اكتر يعني. فممكن يكون في وجهه نظر تانية او حاجات عايشها في حياتي تانية تغير لي وجهه نظري دي، ممكن. بس يعني وبس. مستنيه اقرا تعليقاتكم، واحط لكم هنا البلاي ليست اللي عملته عن المواضيع الاجتماعيه. وزي ما قلت في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.